السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة سمبوسة وبسبوسة. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض كيكة الزبادي بالكريم كراميل. الطبقة الأولى هنجيب 200 جرام من البسكوت السادة اللي هو بسكوت الشاي، هنحطه في الكبة ونضربه لغاية ما ينعم تماما. هنحطه على مرتين زي ما حضراتكم شايفين. هنضربه هو. هنجيب بولة ونحط فيها البسكوت الناعم. بعد كده هنجيب تلت كوباية من الزبدة السايحة ونقلبهم مع بعض لغاية ما يتجانسوا مع بعض. هنحطها في صينية مقاس 25 سنتي ونوزعه في الصينية بالسباتولا ونضغط ضغطة خفيفة بالمعلقة وبعدين بإيدينا. بعد كده الطبقة التانية نص كيلو من الزبادي، عليه نص كوباية من السكر الأبيض، كوباية ونص من اللبن البودرة، ورشة من الفانيليا. بعد كده هنجيب معلقتين كبار من المية المغلية، عليها معلقة كبيرة من النسكافيه، وندوبهم مع بعض ونحطهم على الطبقة التانية. ده هيدي طعم حلو جدا للطبقة التانية. بعد كده هنجيبه ونحط الطبقة التانية على الطبقة الأولى اللي هو البسكوت، ونخبزه في الفرن على درجة حرارة 170 لمدة من ربع ساعة لنص ساعة. بعد كده خرجت كده بالشكل دوت من الفرن، هنحطها بعد كده في التلاجة لمدة 4 ساعات على الأقل. الطبقة التالتة كوبايتين لبن سعة الكوب 250 ملي، كيسين من الكريم كراميل، معلقة كبيرة من الكاكاو الخام، ونقلبهم ونحطهم على البوتاجاز لغاية ما يتخنوا. بعد كده هنطلع الصينية من التلاجة ونصفيه الخليط اللي هو الطبقة التالتة ونحطهم عليها. بعد كده التزيين هنحط 200 ملي من الكريمة اللباني السايلة، عليها 200 جرام من الشوكولاتة الخام الغامقة. هنسخن الكريمة بس ما تغليش، هنسخنها بس ونحطها على الشوكولاتة ونسيبها لمدة دقيقتين بالشكل اللي حضراتكم شايفينه كده. وبعد كده نقلب زي ما حضراتكم شايفين. هنحطها بعد كده في كيس حلواني ونسيبها تبرد على جنب لمدة 5 دقايق. بعد كده تزيين حسب الرغبة، انا مزينة بنص كوباية من الكريمة اللباني البودرة ونص كوباية لبن بارد. هنضربهم بالمضرب بعد كده هنحطها في كيس من الحلواني بالشكل دوت. خرجت من التلاجة اهوت. هنشيل الاحراف بطرف السكينة زي ما حضراتكم شايفين. احنا بنعمل الحركة ديت علشان تبقى سهلة واحنا بنفتح الصينية. التزيين بالشكل دوت اللي هي الكريمة اللباني البودرة واللبن البارد بعد ما خفقناهم. ودوت مكسرات. طبعا التزيين حسب الرغبة. هنزين بصوص الشوكولاتة اللي احنا عملناه. نعملها مربعات زي ما حضراتكم شايفين، والمكسرات في النص. ان شاء الله تعجبكم. هنقطعها ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب، وبالهنا مستنية رأيكم في التعليقات. مع السلامة.